ازيكم عاملين ايه يا اجدع ناس؟ رجعت لكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن موضوع بيشغل ناس كتير وناس تانية فاهمينه غلط تماما. ايه هو الهاكر؟ ويعني ايه هاكر اخلاقي وهاكر غير اخلاقي وايه الفرق ما بينهم؟ وهل اللي بيتعلم هاكر لازم يكون شرير دايما ولا ممكن يحمي الناس؟ ركز معايا، الفيديو ده هيغير فكرتك عن الهاكر تماما. وبس متنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتحط لايك ويلا نبدأ. أول حاجة، يعني إيه هاكر؟ الهاكر هو شخص عنده مهارات عالية في التكنولوجيا، يقدر يدخل على أنظمة وشبكات ويشوف ثغرات محدش غيره يقدر يشوفها. بس مش كل هاكر شرير، في 3 أنواع من الهاكر وهما: وات هايت الهاكر الإخلاقي، بلاك هايت أو هات، وات هات بلاك هات حاجة زي كده. الهاكر الغير اخلاقي، جيري هايت او مش عارف اسمه ايه، المهم الرمادي في النص كده، مش شرير ومش دايما عنده اذن بالدخول، يعني بيساعد وبيضر او بيدخل في حاجات هو ملهوش فيها اصلا. الفرق ما بينهم: الهاكر الإخلاقي بيشتغل بإذن من الشركات، يختبر الأنظمة ويقول لهم على ثغرات قبل ما حد شرير يستغلها. عامل زي يا بواب العمارة مثلا، بيجرب الباب قبل ما الناس يمشوا ويتأكدوا إنه مقفول كويس ومفيش حرامي يعرف يدخله. أما الغير إخلاقي بيخترق الأنظمة بدون إذن، هدفه السرقة والتخريب أو حتى التجسس. الاتنين ممكن يستخدموا نفس الأدوات، بس الفرق في النية والقانون. مثال كده على السريع: عندك موقع يوتيوب، قناة، أي حاجة، الهاكر الإخلاقي بيجي يستأذنك ويقولك ممكن أدخل أشوف لو في ثغرات. انت طبعا بتديله الإذن، ماشي، لو انت كنت عايز تديله ولا لأ، فانت بتديله الإذن ويدخل يتأكد لك إن مفيش ثغرات، ولو في بيقولك احمي حسابك أكتر عشان مفيش حد شرير يستغلها. أما الغير إخلاقي هيدخل من غير إذنك على طول ويبوظ القناة أو يسرقها أو يبيع عملات رقمية. في أغلب الهاكر، لما أي هاكر معروفة بيهكر قناة يوتيوب مثلا، بيبدأ يعرض عملات رقمية. دي الحاجة اللي احنا عارفينها. الادوات اللي بيستخدموها الهاكر، في ادوات شهيرة جدا، والادوات هي، بصوا اسمهم صعب فانا اهي الادوات: Kali Linux, Metasplit, Wireshark, Burp Suite, Nmap. خلاص عرفتوا الادوات. واشهر اللغات دول بقى سهلين: بايثون لكتابة السكريبتات، جافا سكريبت لاختراق المواقع، اس كيو ال او سكول حاجة زي كده، مش سكول، سكايل حاجة. المهم، استغلال قواعد البيانات، سي بلس بلس او باشا، لغة اسمها باشا مش عارفها والله، للتحكم في الأنظمة. الهاكر بيشتغل أكتر على لينكس، إنها بتديله حرية أكتر في الكلام ده كله. 5، هل ممكن الهاكر اللي بيتعلم هاكر أخلاقي ممكن يكون غير أخلاقي فيما بعد؟ ممكن، وده بيخلي التدريب يكون تحت رقابة وجهات رسمية. اللي بيتعلم الهاكر أخلاقي بيوقع اتفاقات وبياخد شهادات زي CEH OSCP، منظمة SCP بقى وكده. سيبكم من خفة دمي وخلينا في اللي احنا فيه. وبيشتغل في شركات أمن سبريني أو سبريني، أيوة، وكل حاجة بتكون تحت الرقابة والقانون. 6، الهاكر الأخلاقي ممكن يساعد في حماية المواقع والشركات، اكتشاف الثغرات الأمنية، استرجاع الحسابات لو عنده صلاحية زي ما قلتلك في الأول تديله الإذن، أو ممكن لو حسابك مسروق تديله الإذن اللي هو يحاول ينخرب كده ويرجعه لك تاني. تحقيق في الجرائم الإلكترونية، حماية بيانات المستخدمين، يعني ممكن يكون هو السبب إن حسابك البنكي ما يتسرقش، اللي هو بيحميه بقى وشغل كده ناس محدش يفهمه. الهاكر الغير اخلاقي بقى ممكن يسبب ايه؟ سرقة بيانات المستخدم زي الايميلات وكلمة السر والحسابات، اختراق حسابات بنكية وسحب الفلوس. عرفت بقى في هاكر اخلاقي؟
بيحمي حسابك البنكي، نشر فيروسات أو برامج التجسس، تعطيل مواقع وشبكات بالكامل وغالبا بتكون اسمها هجمات DDoS، ابتزاز الناس بصور أو معلومات شخصية، تدمير سمعة شركات أو أفراد، بيع بياناتك على الإنترنت المظلم، الدارك ويب أو الديب ويب، حسب في ناس بتقول كده وناس بتقول كده. يعني نفس المهارات اللي ممكن تحميك ممكن تدمرك لو وقعت في الإيد الغلط والنية الغلط برضو. لو انت حابب تتعلم هاكر اخلاقي، ابدأ ببايثون او نيتورك بسيس والله اسامي غريبة كده. المهم انا هحط لكم الاسامي دي كلها هنا او الرسالة دي كده كلها عشان مش هعرف اقراها. بس دايما خليك في السليم، خليك اخلاقي، لانك لو استخدمته غلط انت كده مش بتتعلم، انت كده بتتدمر. حتى لو هدفك مثلا الهزار مع صاحبك تجرب تاخد حساب، برضه ده مسمعش هزار، انت كده يعتبر ممكن بقى الموضوع يعجبك ساعتها وهتبدأ تمشي في الكلام ده والله اعلم بالباقي. بس عشان كده دايما خليك في الصح والايجابي وما تمشيش غلط. وبس نوصل لختام الفيديو. اسف لو اسلوبي في الفيديو ما كانش حرج قوي زي اي فيديو اصوره، لكن اول فيديو طبعا اصور كده اللي انا اطلع واتكلم عن حاجه زي كده. المهم ما تنساش تقولي في التعليقات لو الموضوع ده عجبك وحبيتني اتكلم عن مواضيع زي دي تاني اكتر، ولو انت ليك في الكلام ده او حاببني اتكلم واشرح حاجات زي دي او مختلفه عنها واقعد واتكلم كده، فاكتب لي في التعليقات. والمهم وده كان كل اللي محتاجه تعرفه عن الهاكر الاخلاقي وغير الاخلاقي. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس، واكتب لي في التعليقات زي ما قلت في الاول لو عندك موضوع معين او حاجه وحاببني اشرحها. وزي ما قلت انا ما بصورش الفيديوهات دي كتير ودي كانت اول مره، فممكن تلاقيني مش متفاعل كده معاكم زي اي فيديو، لكن لو حبيت نتكلم في حاجه زي دي تاني او حاجه تانية مختلفه لكن بنفس الطريقه اللي انا اطلع واتكلم واشرحها لكم دي بتعمل ايه وايه الفرق وكده، واكتب لي في التعليقات. وبس كده خلصنا، بس يلا سلام.